السلام عليكم، عاملين ايه؟ النهارده بقى انا جايبه لكم فيديو جديد. طبعا الفيديو ده مخصوص للناس اللي فضلت تسالني عن طريقه قص كفر المروحه. انا جيت معاكم اهو، هقصه معاكم هنا وهخيطه وهوريهولكم بعد الخياطه شكله ازاي كمان. انا قدامي هنا 2 متر قماش لون احمر، قماش الفرو زي ما قلت لكم ده ب15 جنيه، ممكن تلاقوه ب12 جنيه، بس انا عندي هنا ب15. المتر بتاعه ب15. انا جايبه 2 متر عشان مثلا تعمل لي اكتر من واحده، ممكن تعمل معايا 3 او 3 وبتعمل وبيتبقى حته يعني. تمام. انا معايا هنا عامله اسطمبه اهو بالشكل ده، عملتها بالكرتونه دي، مقاسها كده 30 في 60 زي ما قلنا، ده طول الريشه 30 في 60. قصيتها على كرتونه علشان اعرف اعلم بيها على القماش اهو بالشكل ده، هنا زي ما انا معلمه كده اهو، شايفين واضح ازاي؟ معلماه بالقلم الجاف، عندكم اي قلم تاني عشان يكون واضح اكتر علمه. يعني تعملي اسطمبه طولها 30 في 60، عايزه تعمليها بالكرتون بالورق العادي وتدبسيه بدبابيس عادي جدا، بس الكرتون بيسهل معايا عشان بيبقى قوي شويه. فجيت علمتها بالشكل ده اهو. هنا ده الطول 60 والعرض 30 كده. انا معلمه من اول القماش هناك، يعني عامله كذا ريشه، عامله 3 ريشات في العرض فوق. جيت هنا عامله كفر الدايره نفسه، الدايره عاملاها 40 في 40. انا بحب اشتغل بالمسطره اوقات، او عايزه مش حابه تشتغلي بالمسطره، اشتغلي بالمزوره باي مقياس عندك قيسي. الدايره بقى عاملاها زي ما قلت لكم 40 في 40 عشان تبقى مرتاحه وحلوه. والطروف هنيجي نقصها دايره، هوريها لكم برضو. هنا بقى معايا هقص الحاجات اللي انا معلماها هنا اهو، هقصها كده بالمقص، همشي عليها بعد ما هقصها هوريها لكم. خليكم معايا يعني، استمروا معايا لاخر الفيديو. هقصها دول اللي انا معلماهم واجيلكوا تاني. بصوا انا حبيت اوريها لكم وانا بقص بالظبط اهو، انا ماشيه في القص على الخط بالظبط اللي انا معلماه، يعني هقص كل ريشه على نفس الخطوط اللي انا معلماها زي ما قلت لكم، عاملاها على شكل الاسطمبه دي بالكرتون اهي. بعد ما قستها وعلمت بالقلم بقص على نفس الخطوط، هخلص قصها واوريها لكم اهو. انا كده قصيتهم. بصوا اهو زي ما قلنا العرض 30 في 60. بصوا بيتعمل بالطريقه دي كده اهو، كده بيبقى شكله كده اهو، 3 ريشات وهي الدايره قلنا 40 في 40 طولها. بصوا بقى طريقه الخياطه بتاعتهم. انا اول ما بدات في الاول خالص كنت بخيط على ايديا، كان الموضوع سهل جدا. دلوقتي طبعا بخيط على المكنه عشان يبقى شغل نضيف وحلو. طريقه الخياطه بتيجي تقفلي هنا طبعا بالقلبه من الناحيه دي، تمام. هتقفلي كده من هنا العرض بالطول كله، هتمشي في الطول كله، هتسيبي الحته اللي من فوق مفتوحه عشان تتككي فيها الاستك. وهعمل لكم فيديو تاني وانا بخيط واوريكم طريقه الخياطه ازاي وتفكيك الاساتك ازاي. تمام. ده بقى القصه بتاعتها. انا هروح اخيطها دلوقتي وهاجي اوريكم شكلها بعد ما اخيطها. بصوا بقى انا هنا خيطتها اهو زي ما قلت لكم، بخيطها على المكنه. بقفل هنا العرض من تحت وبقفل الطول من فوق، بقى بتبقى الشكل ده عندي اهو من فوق. بصوا مخليه زي قيمه صباع كده عشان تدخل فيه الاستك، بخلي حته مفتوحه عشان نتكك فيها الاستك اهو، متنيه من فوق. وهعمل لكم فيديو زي ما قلت لكم لطريقه الخياطه، لو عايزين قولولي في التعليقات يعني ان انا اعمل لكم. اهو ده شكل الريشه اهو، ده شكل الريشه بيكون كده تمام. خليكم معايا هوريكم شكل التزيين بتاعها بيبقى ازاي. هقول لكم ايه اللي بنحتاجه بالظبط اهو. هنا انا جايبه لكم الحاجات اللي انا بستخدمها في التزيين. ده ورق اسمه ورق فوم، بيتجاب من عند اي مكتبه اهو، ده شكله
تمام. عايزين اي الوان تستخدموها استخدموها. انا اكتر الوان بستخدمها في ورق الفوم اللون الفضي ده والاسود والبينك والاحمر. دي اكتر الوان بحب استخدمها. ان اللون الفضي والاسود بعمل بيهم العيون، والاحمر او البينك بعمل اللي هو الشفايف. تمام. اهو شوفوا انا قصاهم ازاي بالشكل ده كده. دي الرموش من تحت، قصتها سهلة جدا. برضو لو عايزين تشوفوا قصتها انزل لكم فيديو بطريقة القص وكل حاجة. بعمل فيونكة صغيرة عشان تتحط من فوق. تمام. ده الحاجات اللي بستخدمها زي ما قلت لكم في التزيين بتاعة الدايرة. انا عندي هنا واحدة جاهزة عاملاها الزبونة اهو. ده شكلها، شكل الدايرة. تمام. بعد ما خلصتها وزينتها، عايزة تعملي الشفايف هنا حمرا عادي، بس انا عشان اللون بتاع القماش احمر فبفضل اللون البينك هنا اكتر. انا بلزقه، بستخدم شمع، معايا مسدس شمع. بلزقه وحلو جدا اهو، ما بيطلعش. بس وادي بصوا الدايرة هنا زي ما قلت لكم خيطاها. ده مقاسها 40 في 40. جيت هنا عملتها خياطة مدمجة عشان اتكتك الاستك هنا اهو بالشكل كده، بالشكل ده كده. وتيجي طبعا عشان تحطيها في الدايرة توسعي الاستك، وبتتحط بكل سهولة. وعندي هنا برضو بعد ما خلصت الريشة اهو بالشكل ده، حاطه استك برضو عشان بيبقى تتلبس بسهولة وتبقى ماسكة في الريشة. وده كان فيديو النهاردة. عملنا مع بعض كفر المروحة جميل اللون الاحمر. انا مطلوب مني الوان كتير زي ما قلت لكم، ده مشروع بسيط جدا. انا بتيجي عرايس بتكلمني بتطلب لشقتها طبعا كل واحدة. في بنات بتطلب لونين، من يعني 2 من كل لون عشان تبدل ما بينهم. وده كان اللون الاحمر ده كان زبونة طلباه، انا حبيت اعمله معاكم وقصيته معاكم وخيطته وادي تزيينه. تمام. عايزين اي لون اعمل لكم، اي لون تطلبوه قولولي في الكومنتات. عايزين طريقة الخياطة برضو قولولي. انا تحت امركم في اي حاجة تطلبوها. وما تنسوناش في اللايك والشير والسبسكرايب. ويلا باي باي.